خلاص يا معلم، خطبت وداخل على جواز. ما تنساش بقى المرحله اللي انا قلت لك عليها قبل كده. انت عارف ان اسوأ مرحله في الجواز هي مرحله اختيار الفurniture بتاعك؟ ده انا بزق في جبل، والله بزق في جبل. لا بس ما تقلقش، انا معاك خطوه بخطوه. من كيفيه التعاقد طبعا مع شركات الفurniture اللي ليها مصانع مش موردين، وفي الاخر يجي يقولوا لك معلش. طب هل ده معناه ان الموردين وحشين؟ لا، بس في شركات بتتلكك بالموضوع ده وتعقد لك الدنيا عشان محدش يتاخر عليك في التسليم. وانت من ساعه ما خطبت وانت قاعد على بنترست عايز تعمل حاجات غريبه. فتعالى بقى واحده واحده افهمك الدنيا ازاي نختار الديكور المناسب بالمقاسات المظبوطه، مش هحط اي حاجه كده وخلاص. وكمان الاستايلات بدايه من لون الحوائط والسجاد والستاير والارضيات كمان اللي تناسب كل ده. وكمان عشان ننهي الجدل بتاع اختار ركن ولا انتريه ده، ولا اختار نيش علشان هي بتتخانق عليه ومحتاجاه، هاتهولها يا عم. ومهم جدا القماش، مش الباندا اللي انتشر وخرب الدنيا ده. وكمان احميك علشان ما تلاقيش نفسك في حماية المستهلك، عشان العفش اللي جه متكسر ساعة الاستلام بتحصل، فلازم ضمان نضمنه. قول يا ستموني قول. واول حاجة هننهي فيها الجدال الفيديو اللي جاي، نختار ركنة ولا انتريه. ومن الحاجات المهمة الخشب المستخدم وازاي اعرفه، والسفنج عشان ظهري ما يوجعنيش. انا خالد ناصر، جاي افهمك مش جاي ابيعلك.